إذا في هذه اللحظات ينضم إلينا مدرب الإنتر كريستيان كيفو. مستر بوناسيرا، benvenuto da noi su مستر مساء الخير، أهلا بك في قناة الرابعة العراقية. مباراة مهمة جدا ونتيجة مهمة في روما، الفوز هنا خارج الأرض روما. كيف تقيم هذه المباراة؟ ليس سهلا أبدا القدوم هنا واللعب والسيطرة على اللعب. عندنا واجهنا فعلا هذه المباراة، عرفنا بالنهاية أننا أمام خصم صعب، خصم سيضعنا في صعوبات كثيرة. قدمنا شوط أول جيد جدا بضغط جيد جدا وقطعنا الكرات بعدة مرات. كنا ربما أقل في الشوط الثاني، ربما هبط بعض الأداء لأسباب الجسدية، وخرجوا استغلوا جودتهم في ملعبهم والميزات الفردية، ولكن عرفنا أيضا الدفاع بخط متأخر وحصلنا على 3 نقاط بالأخير وفي هذا الملعب. على المستوى التكتيكي بدأت المباراة متوازنة بعض الشيء. هل تم العمل على هذا الشيء مؤخرا؟ في هذه الفريق عرف العمل في هذا الموقف. كان علينا العمل حول هذا الناحية التكتيكية بمعرفة هذه الصعوبات. عرفنا الدفاع في هذا الجزء المتأخر وقطع هذه الكرات ومعرفة الانطلاق من جديد، ولكن وكنا محظوظين في بعض المواقف، ولكننا بالأخير حصلنا على هذه النقاط المهمة. هل هناك أحد اللاعبين الذي يستحق الذكر؟ أنا لا أذكر أبدا التحدث بشكل منفرد عن اللاعبين، أتحدث عن الفريق وأتحدث عن الجميع، حتى الذين دخلوا بدلاء. في الحقيقة أنها كل اللحظات مهمة في المباراة، وتهنينا لكل الفريق واللاعبين الذين يعملون بشكل يومي في مسيرتنا هذه في عملنا. الاستحقاق هو استحقاق للاعبين بالدرجة الأساس، ولكن للكل في المجموعة.